كلنا طبعا شفنا اللقطه بتاعت ضربه جزاء الفاريز، سواء انت مشجع للريال فانت اكيد زعلت لما الكره دخلت، او عايز الريال يطلع فانت انبسطت، ولكن انت في الحالتين اكيد اتصدمت لما لقيتهم ما حسبوهاش. لا ده انتوا ريال تحكيم بقى، والبطوله طبعا متكوسه لكم لحد ما عرفنا ايه اللي حصل وشفناها باكتر من كاميرا. فالحاله اللي حصلت دي مش بتطبق في ضربات الجزاء بس، ولكنها بتطبق في الفاولات وفي الكورنر. قانون من القوانين اللي بنسمع عنها بس نادرا ما بنشوف لها حاله. النهارده بقى جاي اقول لك على حالات الكره لو دخلت فيها جون مش هتتحسب، عشان لو ريال مدريد حابب يصعد يعني بسيناريو جديد مختلف وبقانون الفيفا نفسها نست انها اخترعته. ارسنال في الماتش النهارده هيتحسب له ضربه جزاء، ساكا هيدخل يشوطها ولكن تيجي في العارضه عشان تترد له ويحطها في الجون، بس هنا الجول هيتلغى ويتحسب ضربه غير مباشره لريال مدريد، لان بالقانون هو كده ساكا شاطها مرتين. طيب ما علينا، السيناريو ده قبل ما ساكا يدخل يشوط جه في دماغه، فقال لك انا هاخدها من قصيرها وهبصيها. ساكا بيباصي الكوره وتروح لتروسر عشان يحطها في الجون، وهوبا جول لارسنال، بس الحكم بيروح للفار. يا ترى ليه؟ اصل روديجير لمسها قبل ما تروح لتروسر، هيتلغى وهيبقى فاول ضربه غير مباشره لريال مدريد. المهم ان روديجير نفسه هيلعب الفاول ويرجعها لكورتوا، بس كورتوا كان مشغول بيشرب ميه ولا بيحضر كوبايه شاي، فالكوره تدخل الجون. بس لعيبه ارسنال مش هتحتفل لان الكوره في الحاله دي هتتحسب كورنر لارسنال. بس لعيبه ارسنال بتبص لبعض وقتها وبيلاقوا ان جابريال اتصاب. فقول لي يا صديقي، ايه اكتر سيناريو غريب ممكن ريال مدريد تصعد بيه المره دي؟